يعتقدون أن العدو سوف يسالم، بل هي فرصة أن تكون على طبق من ذهب مثل ما يقولون، لكي يكبر نطاق الحرب ويجعله يشمل لبنان وسوريا ومصر والأردن لكي يفتك المنطقة. الآن أخوتنا في فلسطين يضربون ويقتلون، وكل العالم يشاهد هذا ويشمت بنا، لكن هذه الأيام لن تطول. يقول الله عز وجل: وإن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن المسلم يبدأ الشهادة في سبيل الله، ولكنهم يخافون من الموت. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إن ما يحصل الآن هي أيام عزة وأيام نصر إن شاء الله، أيام بداية فتح بيت المقدس ودخول كل المسلمين مهللين ومكبرين. كل الشعوب العربية والإسلامية ستزحف إن شاء الله إلى القدس بفتحها بإذن الله. هذه الدولة اللقيطة التي تسمى إسرائيل سوف تسقط وتنتهي، ويقوم للإسلام دولة بإذن الله عز وجل. ابشروا يا مسلمين، إنما يحدث اليوم هو مخاض هذه الأمة ليقوم هذا المارد من نوره وسباته. فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأبشروا يا أهل غزة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشركم فقال: خير رباطكم يومئذ عسقلان. فقد آن للعدل أن يقوم وللظلم أن ينجلي. فأبشروا ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر وفتح بيت المقدس. إن فلسطين وغزة هو شرف هذه الأمة، تحاربون عليه لإقامة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد أن اغتصب اليهود منذ ما يقارب 80 سنة مقدساتنا في الأراضي المقدسة التي باركها الله عز وجل. يا مسلمون، إن مصر نبيكم صلى الله عليه وسلم يستغيث، إن أولى قبلتكم تستغيث، إن أرض الأنبياء تستغيث. إنه سيكون طوفان من البشر من كل أنحاء العالم من المسلمين الذين يحبون العدل ويكرهون الظلم ويريدون أن يعيشوا بسلام. الناس شرقا وغربا شمالا وجنوبا لنصرة بيت المقدس. ها قد قام المارد الذي يخافه كل العالم ليحررها بإذنه. لا ننتظر من الحكومات أي شيء، لأننا نعلم أنهم لا يفعلون شيئا سوى التنديد، ولكن سيكون طوفان يحرق الأخضر واليابس حتى نصل إلى المسجد الأقصى. نقيم العدل ونعيد كرامة البشر التي سلبت في هذا العالم الكاذب، نعيد حقوقها إلى أصحابها. قد اقترب يوم الفتح، فأبشروا أبشروا أبشروا. للأسف كل العالم قد خان القضية الفلسطينية، ولكن يدبرون، والله يدبر، وما سيقع سيدهش العالم، سيجعله في حيرة. ما سيقع سيكون مرعبا للمطبعين الكافرين في أوروبا وأمريكا ولليهود خاصة. فقد سقط تقطيع الأرض وكلامهم عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. أين الجيوش العربية؟ أين هي؟ هي ليست جيوش، بل هي قوات وعقابات تحمي الحاكم. نحن لا نعول على الحكومات العربية والقيادات العربية، إنما نعول على الشعوب. الأيام القادمة هي أيام عصيبة على الأمة، ولكنها أيام عزة